الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة هيكون معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة الشمس. النهارده هنتكلم عن بداية محصول الموز اللي هنبدأ في تسميده من 15/3، وهننزل مزرعة الحاج كمال شاهين مركز بدر بحيرة. طبعا انتم شايفين الأرض، احنا نازلين الأرض اهوت، وهنسأله الأول على تجربة نيماتودا عملناها السنة اللي فاتت في الأرض، وفرت عليه أكتر من نص التكاليف ونص الكيماوي. هيحكي لكم عليها الحاج كمال شاهين. اتفضل يا حاج كمال. والله العظيم احنا اشتغلنا بيها السنه اللي فاتت، الحمد لله يعني وفرت معانا كميه جامده من الكيماوي من الاعفان ومن النماتود. واحنا شغالين بقى نماتود واعفان مالهاش حل. طيب شكرا للحاج كمال شاهين. ان احنا طبعا نزلنا المزرعه بتاعته بسم الله ما شاء الله. اول الموسم بنبدا طبعا بنورق الزراعه، طبعا بنشيل الورق اللي هو الناشف، الورق اللي هو اللي بيهدل على الارض، وبعد كده نبدا نحط الخدمه الزراعيه اللي هي عباره عن 30 متر سماد بلدي مركب او خليط من الفرم كومبوست او الدواجن او المواشي، وبعد كده بنحطه دوت للفدان. بنحط بعد كده 500 كيلو سوبر و5 شكاير كبريت للفدان، ونبدا توكلنا على الله على الموسم ان شاء الله، وهنبدا ننزل نتكلم عن برنامج التسميد اللي هنبدا عليه. وبسم الله ما شاء الله الارض اهي قدامنا، بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه خالص، شغل تمام بسم الله ما شاء الله. ايه رايك يا حاج كمال في الشغل اللي عندك ده؟ طبعا والله شغل بسم الله ما شاء الله حلو، شغل حلو ان شاء الله. بوفر والله، كله بعاني دلوقتي، كله بعاني من المصاريف، كله بعاني من المصاريف. شكرا. دلوقتي والله العظيم كله بعاني من المصاريف. مشوا احنا بنقول هي خلطه حلوه، وبسم الله ما شاء الله بتدي نتيجه للنماتوده والاعفان، ما بتستعملش ولا نماتوده ولا اعفان ولا حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. احنا النهارده هنبدا اول بسم الله توكلنا على الله على برنامج التسميد. ما بيصرفش ياما، يعني الفدان من 5000 ل 6000 جنيه ما بيصرفش ياما. طبعا الحاج كمال بيقول لك ان الارض طبعا فدان النماتوده ما بيصرفش اكتر من 6000 جنيه، ونتائج بتبقى 10/10 ان شاء الله انتاج، وصبايط وزن شغل عالي. واحنا في المزرعه اهوت ان شاء الله، وبنصور من قلب المزرعه اهوت بسم الله ما شاء الله. الشغل العالي قدامنا اهوت احنا بنبص بنصور كده اهوت بسم الله ما شاء الله بسم الله. وهنبدا طبعا نتكلم على برنامج التسميد بعد طبعا الخدمه الزراعيه. بعد الخدمه الزراعيه طبعا نزلناها وتنظيف الارض وطبعا توريق الارض. هنبدا ان شاء الله بالتسميد. اول شيء هنعمل جرعه اعفان الجذور، بعد كده جرعه المنشط، بعد كده جرعه النيماتوده، وبعد كده بندي جرعه عناصر اللي هي الحديد زنك منجنيز يوميك فولفيك مع احماض امينيه زائد طحالب بحريه وعنصر البرون والملبوديوم، وما ننساش النحاس والكبريت. بعد كده طبعا هنبدا ندي جرعه بعدهم نترات كالسيوم. نترات كالسيوم عباره عن 7 كيلو للفدان مع 2 لتر نيتريك، ونبدا نسمد. وبعد كده ان شاء الله نجهز الارض تمام لبرنامج التسميد الصحيح، ونبدا بعد كده نبدا ب5 كيلو 19 زائد 2 كيلو بوتاس زائد 2 لتر حمض فوسفوريك، ونبدا نشتغل ونتوكل على الله. ومن مزرعه الحاج كمال شاهين بنشكركم، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل برنامج التسميد من 15/3 حتى 15/4. بعد كده هنبدا من 15/4 طرق طبعا معالجه النيماتوده، طرق معالجه الاعفان، المنشطات. طبعا هنتكلم عنها برضو على جرعه النيماتوده اللي احنا بنعملها للارض بسم الله ما شاء الله، اللي هي بتجيب نتائج حلوه خالص، وبتجيب نتائج. عايز تحليل قبل وبعد الارض، واحنا معانا اهو الحاج كمان هيورينا الارض اهوت. طبعا بسم الله ما شاء الله اهوت ماشيين معاه بسم الله ما شاء الله بسم الله الله اكبر. الارض جميله اهيت بسم الله ما شاء الله. العيدان الامهات السنه اللي فاتت دي جميله خالص، الخلف ممتازه بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن برنامج التسميد ان شاء الله، برنامج التسميد الوافي لمحصول الموز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.